في يوم 12 اكتوبر 1992 وتحديدا الساعة 3 العصر، كان في شاب اسمه اكسام حاجة و30 سنة ساكن في منطقة هليوبوليس، متجوز ومخلف بنت صغننه اسمها سمير. الساعة 3 كان قاعد بياكل هو واسرته على السفرة، بس فجأة ولمدة 30 ثانية الأرض بتتهز تحت رجليهم، ومرة واحدة الخرسانة بتتشق والأرض بتبلعهم حرفيا. فيا ترى هيعيشوا؟ عاشت مصر يوما عصيبا مع اهتزاز أرضها بزلزال قوته 5.9 بمقياس ريختر، واستمر لمدة 60 ثانية. مرت على أبناء مصر كأنها أعوام. أكيد شفت أو سمعت عن حدث زلزال 1992، أكبر حدث كارثة طبيعية تحصل في مصر. الزلزال كان ليه تأثير مباشر على وفاة أكتر من 500 شخص وإصابة أكتر من 6000، انهيار أكتر من 350 عقار و9000 عقار تاني اتضرروا، ده غير 50,000 مشرد من المواطنين المصريين في الشوارع. وخليني أقول لك دي الأرقام الرسمية اللي اتسجلت في مصر في الوقت ده، في دولة بحجم مصر وفي الوقت ده صعب إن أنت توصل إحصائية صحيحة 100%، حتى لو قلنا 70% برضو. فالأرقام اللي أنا قلتها في الأول دي ممكن تاخدها وتضربها في 3 أو 4. حجم الكارثة كبير، حجم الوفيات كبير، حجم التشرد كان كبير. فأكيد حدث بالقدر ده والأهمية دي اتعمل منه أفلام ومسلسلات كتير، بس للأسف مفيش أعمال مصرية كفاية تحكي عن الحدث ده. أصلا مفيش أعمال مصرية تحكي عن الحدث ده. هتلاقي أفلام نزلت ومسلسلات نزلت في التسعينات، بس كلها كانت هيصة كده وكانت هوجة ومحدش فيهم علم. طب في الألفية الجديدة حد عمل حاجة مختلفة؟ خلينا نتكلم عن 3 مسلسلات تحديدا: ذات، وابو عمر المصري، وزلزال. مسلسل ذات واحد من أحسن المسلسلات اللي حصلت في مصر في الفترة الأخيرة. مسلسل بيحكي عن تاريخ مصر في فترة كبيرة قوي. في الحلقة 21 بيتم عرض الزلزال اللي حصل في مصر في سنة 92، بس الحدث ده بيحصل على الشاشة كحدث عارضي هامشي محدش مهتم بيه قوي. هما بس الصناع بيذكروه علشان يقولوا اهو احنا قلنا اهو. انا الضغط عالي عليا ولا ايه؟ يا اختي امسكي الورق، امسكي الورق مني. اجري. فمفيش حاجة بتحكي بجد عن الزلزال. الحدث موجود بس يعتبر مش موجود. في 2018 بينزل مسلسل ابو عمر المصري. المسلسل يتكلم عن معاناة الناس اللي اتضررت من حادث الزلزال، بس المشكلة ان الحدث ما خدش اكتر من حلقتين على الشاشة. جبنا شوية معاناة ولكن ما حكيناش قصة، ما حكيناش اللي حصل بجد. ربنا كبير، ربنا كبير. من الحاجات اللي الجمهور بيقدرها لما تحكي قصة عن حد معين، مش تحكي قصة عامة. لو قلت لك ان في 100,000 شخص ماتوا في الحادث الفلاني ممكن ما تهتمش، بس لو قلت لك ان في طفل اسمه عمار توفى في حادث عربية انت هتتعاطف مع عمار وهتفهم قوي المعاناة اللي حس بيها اهله، رغم ان ده واحد ودول 100,000. لكن عقلك البشري ما بيترجمش ده، هو عايز قصة معينة يتعلق بيها. طب في 2019 نزل مسلسل اسمه زلزال لمحمد رمضان. واضح قوي من اسمه بقى ان هو هيناقش الزلزال وهيناقش الاحداث اللي حصلت معاه، وحدث كبير. ضدوا يا فهيم، ضدوا يا بنت، كل هذه العيال بترميهم الشارع. يا محمد، يلا محمد، انقذنا يا يسوع. بس للاسف المسلسل ما بيستعرضش الزلزال غير في الحلقه الثالثه والرابعه، وباقي المسلسل هنلاقي محمد رمضان بيدور على ورث ابوه 300 متر،
واللي شاف المسلسل هيفهم انا قصدي ايه. فنوصل في الاخر ان حدث بالحجم ده ما اتعملش عنه اي عمل فني كويس، ما اتكتبش عنه اي سيناريو كويس، ما اتحكاش اي قصه عنه زي قصه اكسم. نرجع بقى لقصه اكسم نفسها. فبعد ما الارض اتشقت وبلعته وهو واسرته، اكسم فضل 83 ساعه تحت الارض بيسمع صوت اسرته بتسكت بالبطيء يوم ورا يوم. 83 ساعة يعني أكتر من 3 أيام. تخيل معايا حالة أكسم، أكتر من 3 أيام قاعد بيسمع صوت كل حد من أسرته بيسكت بالبطيء، وسط ضلمة، وسط تكسير، وسط تراب، وسط إن أنت مش قادر تتحرك، مفيش أكل، مفيش شرب. كل اللي أكسم عايش عليه في الفترة دي هو للأسف بوله الشخصي، كان بيشربه عشان يقدر يكمل بقية اليوم. كل ده وسط إن أنت مش عارف هيتم إنقاذك ولا لأ، كل ده وسط ما هو خايف. بس في اليوم الرابع حس بصوت حواليه. أكسم جمع كل القوة اللي ممكن يجمعها وقال لهم بصوت عالي: أنا هنا، أنا لسه عايش. بفضل ربنا والمنقذين والمسعفين تم إنقاذ أكسم من تحت الأنقاض بعد 4 أيام. دخل المستشفى وهو في حالة وحشة قوي، ولكنه بدأ يتحسن بعديها بكام يوم. أكسم يعتبر فقد كل حاجة في اليوم ده، أسرته، فلوسه، شغله، صحته، كل حاجة. بس في صحفيين قدروا يوصلوا له من قريب، راجل كويس وبخير بس مش عايز يتكلم عن الحدث ولا عايز يجيب سيرته. قصص زي أكسم وغيره وغيره وغيره، قصص بجد حلوة وتستاهل إن هي تتحكي في أفلام وأعمال مصرية كتير. فأتمنى إن أنا أشوف في السنين الجاية أفلام ومسلسلات بجد عن الحدث ده. وهنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، وبس كده، سلام.